أنا متشكر جدا جدا على الكلمات اللي أنا مستحقهاش. الآباء المطرنة الأساقفة اللي أنا اتربيت تحت رجليهم، أنا بشكركم جدا جدا جدا. والمحبة الآباء زي ما سمعنا من الآباء اللي اتكلموا عني نوعية عظيمة مختلفة من كل أساقفة المجمع المقدس. آباء من القدس، سيدنا المطران عنده دير وعنده رهبان، سيدنا أنبا باسيليوس دير أنبا صموئيل عمران بالرهبان، وعندنا رهبان هنا في أوروبا من دير أنبا صموئيل. سيدنا أنبا برنابا طبعا اللي تعب معانا في الأول كان مع سيدنا الأنبا أرساني، ومن هنا برضو بنوصل تحياتنا لسيدنا أنبا أرساني على تعبه في البداية بعد نياحة الأنبا ميشائيل. سيدنا أنبا برنابا برضو عنده دير، مش كده برضو سيدنا؟ وطبعا سيدنا أنبا أنطونيو من ميلانو وبروشية وعنده دير وعنده رهبان جايين من ميلانو. سيدنا أنبا إنيانوس عنده أبروشية وعنده برضه رهبان، إن شاء الله الدير بتاعه اعترفوا فيه في المجمع المقدس وهنسمع عنه حاجات كتيرة خالص. طبعا سيدنا أنبا دميان هو اللي هنقول عليه هو المؤسس هذه الأبروشية. سيدنا أنبا دميان الأبروشية، وعايز أقول كمان معلومة إن سيدنا الأنبا دميان لما كان لسه قبل الرهبنة كان عايش في هذا الدير وخد من روح سيدنا الأنبا ميشائيل. طبعا أب الرهبان بحر الأحمر سيدنا الأنبا يسطس زي ما سمعنا كده جه ومعاه كل البركات ومعاه كل الحاجات اللي احنا ما نستحقهاش ان هو يكون في وسطنا. فأنا بشكر كل الآباء اللي جم، الآباء المطرنة والأساقفة، الآباء الكهنة اللي جم من هولندا، مش كده برضو؟ من هولندا، من سويسرا، ومن النمسا، وميلانو طبعا، ومن روما، ومن بلجيكا، ومن انجلترا. كلهم بيحبوكوا عشان احنا برضو بنحبهم. فأنا بشكركم جدا جدا جدا. مش هطول عليكم عشان زي ما سيدنا قال احنا هنروح بعد هذا الاحتفال ناخد بركة سيدنا، وهي دي اللي تعلمناها. هم تعبوا واحنا دخلنا على تعب. يسعدني ويشرفني أن أقف أمامكم اليوم في هذا الدير المبارك، دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس. هذا الدير اللي هو يعتبر أول دير قبطي في أوروبا، ونحط تحت كلمة أول دير قبطي في أوروبا. الرهبنة بدأت من مصر، دير أنبا أنطونيوس العظيم بحر الأحمر، في حوالي 120 راهب، مش كده سيدنا؟ تقريبا 120. ما بنعدش الرهبان، عندنا حاجتين بيقولوها، لا نعد القربان ولا نعد الرهبان، بس اكيد سيدنا عارف بس مش عايز يقول لنا. فان شاء الله يبقى دير أنبا أنطونيوس في كريفل باخ مش بس في 15 راهب، ممكن نحط جنب ال 15 صفر ويبقى 150 راهب. أنا بشكركم زي ما قلت. هذا الدير قد تعب في إنشائه وبنائه وفي تأسيسه سيدنا المحبوب المتنيح الأنبا ميشائيل. زي ما قلت هو تعب وإحنا دخلنا على تعبه. هو سهر وإحنا كنا نايمين، وكنا نيجي نلاقيه سهران موجود، مرتاحين، راكبين عربية مكيفة وجايين قاعدين ونلاقي سيدنا منتظرنا. أنا لمست هذا الموقف أكثر من مرة. كنت أجي أزوره من بايرن، من مونشن،
وعارفين من ميونشن nach فرانكفورت حوالي 5 ساعات. نكون في الشتاء ونلاقي سيدنا منتظرنا على الباب. من أجل ذلك إنني أمامكم جميعا نتعهد معا قدام مسبح ربنا وقدام الآباء المطارنة والآباء الأساقفة الموجودين أن نحقق أمنية سيدنا المتنيح. ما هي أمنية سيدنا المتنيح؟ أن نحافظ على الحياة الرهبانية في هذا الدير، وأن نعمل معا ونسعى معا لكي يصير هذا الدير منارة تشيع بالروحانيات والبركات في كل أنحاء أوروبا. عشان نحقق ده علينا أن نتعاون جميعا معا. التعاون ده هيكون بين 2، بين الرهبان وبين الزائرين اللي هو انتوا، والرهبان اللي هو احنا، عشان نحقق الحياة الرهبانية ونلتزم بقوانين الأديرة القبطية المصرية. الدير هنا مش منفصل عن أي دير في مصر. نتعلمنا الرهبنة هي متصلة في العالم كله. وأتعهد أن أكون خادم لمجمع الرهبان هذا الدير. أنا اتعلمت كده، الراهب يترك كل شيء، يترك كل شيء ليلتصق بالواحد اللي هو مين؟ اللي هو ربنا. وأن نسعى جاهدين، نسعى جاهدين معا في مساعدة الجميع رهبانا وذائرين على خلاص أنفسهم. احنا بنيجي الدير ليه؟ احنا بنيجي الدير عشان نصلي، نتأمل. ساعات كتيرة محدش بيصلي في بيته، يجي الدير هنا محتاج يقعد في كنيسة في كابيلا صغيرة يرفع قلبه لربنا ويصلي. هناك أعمال كثيرة ومسؤوليات كثيرة جدا تنتظرنا. أحتاج منكم جميعا الدعم. الدعم ده بإيه؟ مش بالفلوس، مش محتاجين فلوس، محتاجين صلوات، محتاجين دعوات عشان ربنا يعيننا كلنا عشان نحقق الهدف اللي كلنا خرجنا من أجله. في هذه الساعة أطلب من شفيعنا وشفيع ديرنا القديس العظيم الأنبا أنطونيوس يكون دايما في وسطينا ولا يفارق هذا المكان. أنا اتعلمت إن الإنسان اللي يتذكر أنبا أنطونيوس ويمجد الأنبا أنطونيوس في أي مكان، قدام أيقونة، قدام مسبح لأنبا أنطونيوس، يقال إن الإنسان يحس براحة. روح القديس الأنبا أنطونيوس أب جميع الرهبان في العالم. وكلمة العالم دي أنا بهتم بيها قوي. لما بنقابل حد من الأجانب الألمان كتير، أنا عارفين ما عنديش عربية فبمشي أسافر في كل القطارات والمواصلات، فيسألوني أنت منين؟ أقول لهم أنا من البلد اللي طلعت أول راهب في العالم وأول هرم، أول رمز هندسي خرج. وتبقى بالنسبة لي حوار، يضحكوا بلد إيه؟ نقعد نتكلم مع بعض كده لغاية ما نوصل ونقول أنبا أنطونيوس مصر اللي طلعت الأنبا أنطونيوس، ومصر اللي هي عملت أول رسم هندسي في العالم. هم عارفين البيراميدة بس برضه لازم يعرفوا الأنبا أنطونيوس. نطلب إن شفاعة القديس أنبا أنطونيوس تكون معانا كلنا. مش مهم التصوير، يسمعونا وخلاص. عشان المثال. آخر حاجة عشان مثال. في المناسبة المعلومات اللي جابها سيدنا أنبا أرميا دي كلها أقول لكم جابها منين؟ أقول لكم جابها منين؟ اللي حصل إني برضه من محبتي لسيدنا على فكرة بعد ما اترسمت بعت مخصوص مجموعة كاملة 13 شخص. على فكرة الأفلام دي مش بتطلع كده يا جماعة طباطة اللي انتوا شايفينها ده. 13 شخص قعدوا معانا في مقر، أقول الأسرار ببلاش أول، بس أنا محدش وراني حاجة.
ماليش دعوه، لازم يشوفوها الناس. قعدنا في مقر دير انبا انطونيوس بالتجمع الخامس في ضيافه سيدنا الانبا يسطس، سمح لنا ان احنا نكون موجودين فيه، وعمل معانا انترفيو لمده حوالي نص ساعه او ساعه الا ربع، ووعدني ان هو يعرضه النهارده بالليل ان شاء الله. يا النهارده بالليل ده من محبه سيدنا ليكو ولينا، عشان الناس تعرف من هو اللي هو ديوسكورس. اشكرك يا سيدنا واشكر ميساد، وانا قدام الكاميرا عشان يافتك يشوفوا. شكرا. طبعا اخر حاجه هي طبعا هي مسك الختام. انا بشكر ابينا كلنا ورئيس اديرتنا القبطيه في كل انحاء المسكونه، البابا المعظم البابا تودروس الثاني. بابا تودروس يوم الخميس اللي فات طلبت منه قبل ما اجي، انا جيت يوم السبت، طلبت منه ان انا اخد بركته واتعزى بكلمات التوجيه، وفعلا رحت قابلته في المكان اللي هو قريب من اسكندريه، واداني ارشادات ووصل لي او يعني كلفني اوصل ليكم السلام كلكم. صدقوني كلكم، قداسه البابا عايز يزوركم كلكم ويسلم عليكم كلكم. احنا عايزين نفرح قداسه البابا. لما نشتغل مع بعض كلنا نقول له قداسه البابا في ثمره حلوه موجوده في الدير وفي بروشيه جنوب المانيا. قداسه البابا تودروس بعت لكم السلام، وانا بشكره ان هو حط ثقته فيا ان انا اكون خادم لهذا الدير المبارك. اشكركم جميعا، الناس اللي موجوده والناس اللي تعبت واللي جت من كل انحاء المانيا، شمال المانيا زي ما سيدنا قال، كل مجمع الاباء الكهنه وسيدنا الانبا دميان. اشكركم جميعا على محبتكم، واشكر الكلمات المشجعه اللي انا سمعتها منكم كلكم، وبرضه اشكركم لما تصلوا لنا كتير. ربنا معاكم ويحافظ عليكم، ومره ثانيه اشكركم جميعا.